أعزائي المشاهدين، مشاهدينا الكرام، مشاهدينا قناة الحدث الإقليمية لايف، أهلا ومرحبا بكم. هنروح مع بعض النهاردة ونشوف تقريرين. التقرير الأول عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشوفه وهو بيتكلم عن اللعبة اللي كان بيحب يلعبها أو بيمارسها منذ فترة طويلة. والتقرير الثاني عن مدرسة الكاراتيه بقرية القن. نروح مع بعض ونشوف التقرير الأولاني اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول ايه عن اللعبة اللي كان بيحب يلعبها وكان بيمارسها منذ فترة طويلة. نروح مع بعض حبايبي الكرام نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. برضو من حوالي أكتر من 50 سنة كانت لعبة جديدة ساعتها في الوقت دوت، كانت لعبة الكاراتيه. طب ليه يا أحمد؟ ليه؟ اللعبة دي شديدة الانضباط وشديدة الأدب والخلق الحسن، وبتعلم صاحبها لو اتعلمها صح، والقيم والمبادئ اللي اتحطت في اللعبة تعلموها أصحابها كويس. بتجد نموذج فريد في السلوك، ونموذج فريد في القدرة، ونموذج فريد في التعاون، ونموذج فريد في الاحترام. ودي كلها حاجات متهيألي كلنا نحبها، فهي دي اللعبة يعني. طب بمارسها ما افتكرش، بلعب حاجات اخرى. لانك اتش ني سان جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب. اقوى شويه، مش سامع حاجه، عايز اسرع من كده. اتش ني سان روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب. اخر 10. اتش ني سان جي جو روك سيتش اتش كي جوب. صوت